انا مثلا في فكره جت في دماغي اهو، فهفتح الموبايل علشان هكتب الفكره، وانا بفتح لقيت في 4 5 نوتيفيكيشن من 4 5 ابلكيشنز مختلفين، فبقوم رايح افتح ابلكيشن الواتساب اشوف المسج كان بتقول ايه. المسج مثلا الاقيها مثلا لينك الحاجه على الانستجرام، فادخل على الانستجرام علشان افتح الريل اللي مبعوت لي، فافتح الريل اللي مبعوت لي، وبعد كده ايدي تاخدني ايه شغال سكرول، اجي بعد ساعه افتكر يا نهار ابيض ده انا كان في فكره عايز اكتبها على الموبايل من ساعه ونسيت ان انا اكتبها. ازيكم، صباح الخير او مساء الخير او حسب انت بتشوفني فين دلوقتي او في اي وقت دلوقتي. تحاول ان انا اعمل شويه برين ستورمينج كده لافكار للفتره الجايه. حاسس ان انا محتاج ان انا اوقف فتره كده صغيره بسيطه، ابتدي عارف كده لما انت تكون مثلا ايه، كان في مثلا كلب بيجري وراك في الشارع وقعدت تجري 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 مسافه طويله وتحود يمين وشمال وتطلع فوق وتحت وخلاص هبطت، فانت محتاج انك انت تاخد تريح كده لحظه نفسك وتريح لحظه وتاخد نفس عميق وتبص وراك تشوف هل هو لسه بيجري وراك، لسه كلب واحد ولا لسه ولا بقوا 2 ولا بقوا 3 ولا بقوا 10 ولا انت خلاص عرفت تهرب منه، ولا اللحظه اللي انت هتقف وتاخد فيها نفسك دي هتبص حواليك ممكن يبقى في حته ممكن تعرف تنط منها او باب عماره مفتوح فتدخل جواه وتعرف تستخبى جوه. ده اللي بيحصل دلوقتي كده. انا حاسس ان انا عمال بجري 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 ومحتاج ان انا اوقف لحظه اخد نفسي ابص حواليا انا عملت ايه، حققت ايه الفتره اللي فاتت، علشان كنت عمال الفتره اللي فاتت تقريبا بشكل شبه متواصل يعني، ومؤخرا يعني كان بشكل يومي حرفيا برفع فيديو مع الشغل، فالموضوع كان بيستهلكني جامد ومش قادر ان انا اشوف بقى ايه النتائج بتاع الكلام اللي انا بعمله ده. فيمكن انا ماشي في الطريق الصح، يمكن انا ماشي في الطريق الغلط، ده يمكن انا بجري في اتجاه الكلب نفسه. فانا دلوقتي حاليا بفكر ان انا هوقف اللحظه دي ممكن تبقى كام يوم، ممكن تبقى اسبوع، ممكن تبقى شهر، مع الحفاظ على قدر الامكان يعني ان انا انزل من الفلوجز القديمه اللي متسجله عندي ولسه ما اتعملهاش اديتنج. فاللي انا هعمله حاليا ان انا هنزل من الحاجات القديمه قدر الامكان كل ما يبقى عندي وقت، بس انا محتاج ان انا اقف ادور اشوف انا وصلت لحد فين النهارده. الحاجات اللي انا بعملها دي ما اخبيش عليكم بقى، انتم بقى مش غرب بقى يعني، الحاجات اللي انا بقدمها دي لازم اشوف هل هي فعلا بتجيب فيوز ولا لا، لان الفيوز مهمه في الحاجات اللي زي دي. الفيوز مهمه علشان المحتوى ينتشر، التفاعل بتاع الناس مهم علشان برضو المحتوى ينتشر. فعشان بقى المرحله الجديده دي قررت ان انا ايه، هجيب النوت بوك الجديده دي علشان نسجل فيها الافكار بتاعتنا. هي النوت بوك دي عندي بقى لها فتره يعني، بس يعني ايه هستخدمها دي هتكون علشان الافكار اللي لها علاقه ايه بالمحتوى نفسه. معايا والقلم بتاعي، القلم ده مصري يا جماعه، قلم مصري يعني، يلا. المهم فيبقوا معايا بحيث ان انا اسجل فيهم. حد هيجي يقول لي انت ليه يا عم رامي ما بتعملش الحاجات دي تعملها اونلاين او يعملها في اي نوتس اونلاين معاك؟ هي فكره حلوه، انا هعمل كده فعلا، بس يعني اونلاين انا هخلي الفكره اللي انا عايز اقولها اكتبها اونلاين، بس بعد كده هاجي هدونها عندي هنا في النوته دي علشان اقدر احاول ان انا انقل الموضوع يبقى شويه مور اوفيشال. بحس ان لو انت بتعمل كل حاجه في الحياه على الموبايل بتاعك، يعني مثلا من اول السوشيال ميديا، رفع الفيديوز، انك انت بتكلم الناس، انك انت بتشوف حاجات الشغل بتاعتك، كل حاجه موجوده على الموبايل، فبتوصل لمرحله انك خلاص بقى اتخنقت من البتاع ده، فعايز انك تنقل الموضوع يبقى مور بروفيشنال. بحس عارف كانك انت مثلا في شركه، فانت معاك اللابتوب بتاعك، بس انت لما تروح الشركه دي هم بيدوك لابتوب، ده اللابتوب بتاع الشغل، فاهمني؟ بحيث انك انت اول ما انت بتفتح اللابتوب بتاع الشغل ده هو يخليك تدخل في المود بتاع الشغل. اول ما تروح البيت لو انت عايز تذاكر هتدخل الاوضه بتاعتك على المكتب بتاعك بالاضاءه اللي انت بتشغلها عندك، بالحاجه اللي بتشغلها في الخلفيه، بتدخل عشان تدخل في المود بتاع الشغل. فانا عايز ان انا احول الحاجه اللي انا بعملها تبقى مور بروفيشنال، تبقى يعني كأن ليها مكان مخصص ليها، عارف اللي هو ربط الحاجه اللي انت بتعملها بالمكانيه بتاعتها. مش عارف
مش عارف تميك سنس ولا لا، بس يعني عارف كده لما انت مثلا ايه، لما اقول لك الحمام ده المكان اللي انت بتدخل تعمل فيه كذا، المطبخ ده المكان اللي انت بتدخل تعمل فيه كذا، الاوضه اللي فيها التلفزيون تسميها بقى اوضه المعيشه او ايا كان بتسميها ايه، فده المكان اللي انت بتدخل علشان تعمل فيه كذا، السرير ده المكان اللي تدخل عشان تنام عليه، فالكراسه هيبقى دي المكان اللي انا هعمل فيه الحاجات اللي لها علاقه، فبربطها ايه بالمكانيه، او يعني مش عارف ميك سنس ولا لا يعني، بس انتوا اكيد فاهمين قصدي انا عايز اقول ايه يعني. الموضوع عايز اربطه بحاجه يعني، فاهميني؟ بحس الموبايل ده كده مفتوح على المشاع، كانه حمام عمومي حرفيا، اي حاجه عايز تعملها كله على هذا الصندوق، عايز تبعت حاجه عايز تاخد نوت بتعمل، عايز تكلم حد في الشغل بتاع عايز تروق عند ما تشتغل يوتيوب بتعمل كل حاجه، تحس ان هو حمام عمومي كده. انما لما تربط الحاجه بحاجه معينه هي دي بتاعتها خلاص، هي دي بتاعتها، ما بتستخدمهاش في حاجه تانية غير دي، فبحس ان دي حاجه مهمه قوي يعني. المهم يعني بقى، فاحنا دلوقتي بنحضر الاكل عشان قدامي حوالي 10 دقايق بالظبط هروح اجيب فينو، فمحتاج ان انا احضر الاكل. زي ما احنا عارفين ده رز جاهز، ده رز بالخضار جاهز، يتحط في الميكروويف لمده دقيقتين وبس كده. هو شكله كده، في شويه بسله، جزر، مش عارف ايه، طماطم بتاع، ورز اصفر فهنعمله مع ايه، مع الفراخ وبس كده. انا مش فاكر هو كان دقيقتين ولا دقيقه ونص، كانت مكتوبه فين؟ قال لك 90 ثانيه بس، يعني دقيقه ونص. ماشي. فانا عايز ان انا اخد معايا الكراسه دي، تبقى موجوده معايا مثلا في العربيه، او تبقى معايا مثلا بروح مثلا ساعات بدري عند فيدو الحضانه مثلا او كده، فافضل قاعد شويه ساعات قبل الشغل، ممكن افضل قاعد شويه في العربيه، فاقعد ايه اخد النوتس اللي انا محتاجها، الحاجات دي تبقى معايا قدر الامكان. طب هي لو مش معايا هكتب على الموبايل، هو كده ارجع ايه ادونها على الحاجه دي، بحيث ان هي دي بتاعه الشغل، لما انا بقى عايز افكار ارجع لها على طول. الجو بقى مشكوك في امره، ما بقتش عارف اخد معايا الكود بتاعي ولا ما اخدهوش، فحاجه غريبه قوي. يلا بينا. يلا يا بتاتا افتح. Today it's today's a good weather because yesterday was a bad weather, it was raining, and today is sunny. It's not too sunny, so we don't have sun cream on it. But it was too sunny. We had to put sun cream on us to keep us so we don't get us burn sun. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. It works for their television. انا I don't know that. ماشي، ابدا انت وانا هساعدك في اللي انت مش عارفه. You're colored or I colored? يو يا حبيبي، انا بس بعمل الحتت اللي هي اللي كانت ناقصه مني. No, that says red. سبيتشي ما انت معاك الريد يفيد. I need to do. No, you're doing a blue out of red. انت عملتها صح اهو. What? I have to draw this. Do you have to draw this? I didn't. I want to draw. انت بتعرف تعملها؟ تعرف تحاول ان انت توصله ويوصل لحد هنا؟ Yes. Like one more left. في اداني ستيكر. What's this? دي اتقطعت من البلوز. اتس اوكي. I'm gonna try and get me out. Cream. طيب صباح الخير. النهارده تاني يوم بقى بعد امبارح بقى، يعني نيمت فيدو بعد ما قعدنا نلعب شويه وكده، وصحينا الحمد لله، رحنا الحضانه ورجعنا تاني. فالمهم يعني مش رجعنا يعني، وديته الحضانه يعني وانا رجعت يعني، فبنفطر كوبايه النسكافيه بتاعتنا والكيكه وكده. فالمهم يعني تكملة الحديث امبارح عن الرجوع على العصر الورق البردي يعني، فانا حاسس ان انا عايز ارجع شوية يعني. دلوقتي انا برجع لاستخدام الكراسة، وشوية هرجع بالزمن لورا ان انا استخدم ورق البردي في ان انا ادوكيومنت الحاجات يعني. فانا شايفها الى حد ما لحد دلوقتي هي فكرة كويسة معايا، في ان انا فعلا بتخليني بتشيل كل المشتتات اللي موجودة على الموبايل وانا بكتب
على الموبايل. حتى يعني انا عندي قلت لكم قبل كده على على الابلكيشن اللي انا بستخدمه اللي هو بتاع الجوجل كيب، اللي هو بكتب عليه نوتس او بتعمل فيه مثلا اي حاجه انت عايز تكتبها او تاخد صوره او اي ميموري او اي حاجه من الحاجات دي، فدايما بخليها عليه. فساعات بتساعدني ان انا لو في نقط او حاجه او فكره جديده عايز اعملها، بس دايما بلاحظ ان انا مثلا ايه، انا مثلا في فكره جت في دماغي اهو، فهفتح الموبايل علشان هكتب الفكره، وانا بفتح لقيت ايه، في 4-5 نوتيفيكيشن من 4-5 ابلكيشنز مختلفين، فبقوم رايح افتح مثلا ايه ابلكيشن الواتساب اللي هو جاي لي عليه نوتيفيكيشن، وايه اشوف المسج كان بتقول ايه، وبعد كده المسج مثلا الاقيها مثلا لينك الحاجه حاجه على الانستجرام، فادخل على الانستجرام علشان افتح الريل اللي مبعوت لي، فافتح الريل اللي مبعوت لي، وبعد كده ايدي تاخدني ايه شغال سكرول، اجي بعد ساعه افتكر يا نهار ابيض ده انا كان في فكره عايز اكتبها على الموبايل من ساعه ونسيت ان انا اكتبها. فدلوقتي بقيت اللي هو بنحي الموبايل على جنب، اركن كده على جنب دلوقتي، ودلوقتي انا في فكره، فانا مش همسك الموبايل اللي هو مليان مشتتات ده، وبستخدم البتاع دي علشان اكتب الكلمتين اللي انا عايز اعملهم، ويبقى الموضوع بفكره النوتس يعني. كنت بفتكر برضو دايما وانا صغير، كان دايما عارفين المكتب كده بتاعك كده ايه، الواحد ايام بقى يعني كان لسه الموبايلات بقى لسه في بدايتها، او حتى يمكن قبل الموبايلات يعني، فانت مثلا في نوت عايز تعملها، فاكرين الستيكي نوتس كده، تقوم راح تقعد تعلق وستيكي نوتس تبقى ملونه ومش عارف ايه. والله يعني اعتقد ان هي لسه في البيت بقى القديم لسه موجوده الحاجات دي، فكل حاجه انت عايزها، الحاجات اللي انت عايز تشتغل عليها، كانت مشكلتها ان هي تحس برضو ان هي على المشاع لكل البيت، كل واحد عارف انت بتفكر في ايه او انت عايز تعمل ايه يعني. بس كانت حلوه، كان بتخليها دايما قدامك، يعني في هدف كده انت دايما حاطه قدامك ودايما شايفه الحاجه دي ان انا عايز اعملها. خلينا نفتح اللمبه اللي في الخلفيه دي تدينا شويه اضاءه شاعريه و كده احسن يعني. فعايزين نرجع تقريبا كده لعصر الستيكي نوتس بقى. برضو بحترم دايما الناس اللي دايما ايه تلاقي معاهم خطين مثلا موبايل، يقول لك ده خط بتاع الشغل وده الخط بتاع العائله والناس اصحابي ومش عارف ايه، بتبقى حلوه قوي في مخطط عشان الشمس بدات تطلع. المهم فتلاقي ايه معاه موبايلين، موبايل للشغل وموبايل علشان للعيله والصحاب وكده، فدول ما يعرفوش الرقم ده ودول ما يعرفوش الرقم ده. وقت ما يحب يفصل انا بره الشغل او النهارده اجازه او كده، يقوم راح يقفل الخط بتاع الشغل ومشغل الخط التاني، وقت ما هو في الشغل فخلاص هو قافل الخط التاني اللي هو بتاع العيله ومش عارف ايه علشان يركز في الشغل، او معاه موبايلين وده الافضل واحسن حل للموضوع ده، او معاه 2 لابتوب، مثلا لابتوب بتاع الشغل او كمبيوتر بتاع البيت اللي هو بيشتغل عليه حاجات بتاعه البيت او بيلعب عليه او مش عارف ايه، والتاني بتاع الشغل. قدر الامكان اذا في امكانيه، طبعا مش كل واحد عنده مقدره ان هو يبقى معاه موبايلين او معاه 2 لابتوب او معاه مش عارف، او عنده اوضتين يبقى اوضه بيذاكر فيها واوضه مش عارف للعب، مش كل واحد عنده القدره على كده. بس اللي انا عايز اتكلم فيه فكره ربط الحاجه بالمكان او ربط الحاجه بحاجه تانية، فدايما ايه بتخليها مرتبطه بيها، بتحس ان هي بتديها اهميه كده اكتر شويه من مجرد ان انت تكون حاجه او مكان او حاجه عامه زي الموبايل بتستخدمها لكل حاجه، فتيجي تدخل انت عايز تعمل حاجه معينه تلاقي نفسك دخلت في دوامه تانية ليها. مثلا اللابتوب بتاع البيت مثلا عليه مثلا مسلسلات والعاب ومش عارف كذا وكل حاجه موجوده عليه وصور العيله ومش عارف ايه، فتيجي تفتح تقوم راح تتلبخ تفتح مليون حاجه وتعملها. على عكس لو انت عندك مثلا اللابتوب، مثلا انت مثلا شغل مديك انت لابتوب يعني، فخلاص هو الشغل اللابتوب بتاع الشغل ده هو معلهوش غير حاجات الشغل، معلهوش بقى صور العيله، معلهوش مسلسلاتك، معلهوش افلامك، معلهوش حواراتك بقى والكلام ده كله، حتى الابلكيشنز او البرامج اللي انت منزلها عليه بتاعت اللعب وكده مش موجوده عليه، فهي خلاص دي حاجه مخصصه للعب. فاعتقد ان انا يعني هنهي الفلوج عند هنا عشان ما نطولش كتير يعني. فلو انت مهتم بالحاجات اللي ليها علاقه بتنظيم حياتك وكده، هسيب لك فيديو هنا فوق عن ازاي تقدر تتحكم في حياتك في شويه دقائق صغيره والتريكس اللي انا بعملها عشان كده. واشوفكم ان شاء الله في فلوج جديد. سلام.